السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا تنفع فطار غدا عشاء وانت رايحة النادي. حاجة جميلة جدا سهلة ومش هتاخد منك وقت. هنعملها بالجلاش، ويلا بينا نشوف وصفتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. عندك لفة جلاش وما تستنيش بقى تفك ولا الكلام ده، يعني حتى لو مجمدة يلا طلعي لفة بسرعة وتعالي اعمليها معايا. هنطلع لفة الجلاش ويفضل انك تسيبيها تفك شوية زي ما انا عملت، ولو ما فكتش مفيش مشكلة، احنا مش محتاجين نورقها اساسا ولا نحط طبقات ولا الكلام ده. هنقطع لفة الجلاش نصين زي ما انتي شفتي كده، كل نص هقطعه لوحده قطع كده زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين فرفته كده زي ما انتوا شفتوا الشكل ده نص اللفة. هحطه بقى في صينية مدهونة، مقاس حوالي 22، لو عايزاها اتخن شوية او 26 براحتك يعني. لو عايزة رفيعة شوية حطيها في صينية اكبر، بس انا الصينية بتاعتي دي مقاس 24 او مقاس 24. دهنتها كويس جدا بالسمنة، وبعدين وزعت كده نص لفة الجلاش زي ما انتم شايفين كده في الصينية كلها. وحاولي تخلي كل الرق يكون متساوي من كل ناحية قد بعض، ما تبقاش ناحية كده خفيفة عشان وناحية تخينة. فوزعيها كويس كده بايدك وبططيها بايديك كده عشان تعرفي فين الحتت اللي محتاجة تاني والحتت اللي هي تمام. وهنحط جواها بقى بواقي التلاجة اي حشوة عندك موجودة، ان شاء الله شوية جبن مع حبة فلفل وزيتون، هتطلع تحفة تحفة تحفة. كان عندي بتاع 4 معالق كده لحمة مفرومة معصجين في الفريزر، طلعتهم وحطيتهم فيها، والله كانت في منتهى الجمال. لو عندك بقى اي حاجة تقدري تحطيها، فراخ معصجة، لانشون، بسطرمة، شوية جبن مع زيتون مع فلفل بس من غير لحوم خالص، بطاطس مهروسة، بصي حطي فيها اللي يعجبك. حطيت مع شوية فلفل ألوان وفلفل أخضر وشوية طماطم كده متقطعين اللحمة بس، وشلت منها البذر والعصير بتاعها. خليتها اللحمة بس زي ما بنعملها البيتزا كده عشان ما تخليهاش تبقى طرية من جوه. وحطيت رشة من الجبنة أي نوع بقى، أنا حطيت موتزاريلا عشان بس تمسك لي الحشوة. وبعدين هننزل بقى بباقي نص لفة الجلاش التانية اللي احنا هنقطعها بنفس الطريقة برضو. حتة جبنة رومي كده لقيتها في التلاجة برضو، رحت حطاها. بصوا اي حاجة اي حاجة عندك حطي، عندك زيتون حطي، اي حاجة موجودة ومتاحة بالنسبة لك اعمليها وحطيها. تمام. وصفة حلوة وسريعة وتعمليها في ثواني، للعشاء للفطار للغدا، تاخديها معاكي النادي الولاد، حلوة جدا وسهلة وعلى حسب امكانياتك تقدري تشكليها. نزلت بالنص التاني زي ما انتم شايفين كده اهو على الوش، بصوا، واوزع بقى بقية ورق الجلاش كده على الوش، ولا هندهن ولا هنورق ولا نتعب نفسنا ولا نقعد نرص فيها ونقطع فيها وشغلانة. بصوا في منتهى السهولة وفي منتهى النظافة والإنجاز. حاول بقى أوزع في كل الأماكن كده عشان أغطي الحشو. تمام. وهجهز بقى السائل اللي هشرب بيه الصينية بتاعتي دي. حطيت بيضة معاها رشة فلفل أسمر، وهحط معاها كوباية من الحليب، ولو عندك زبادي حطي كمان معلقتين زبادي، ما عندكيش مفيش مشكلة، أنا حطيت لبن بس عشان ما كانش فيه زبادي. وهحط بقى معاهم 3 معالق سمنة، بس سيحي السمنة الأول، سيحيها على النار تفك كده يعني. حطيت رشة من الملح وبعد كده رجعيها تاني حطيها، ما تحطيهاش مجمدة عشان مش هتدوب لأن اللبن كان ساقع. تمام. انا بعد ما عملت كده رجعتها تاني في طاسة صغننة وسيحتها وحطيتهم 3 معالق من السمنة البلدي او اي نوع سمنة بتحبي تستخدميه، وبلاش زيت عشان ما ينشفهاش منك. هنحط فيها سمنة وهنبدأ نشرب الأطراف، وبعد كده في النص حاولي تخليها كلها تتشرب كده زي ما انتي شايفة عشان تستوي كويس كده وتبقى حلوة.
اديتها بقى رشة من على الوش. عايزة تعمليها وش بيتزا كمان حطي كمان شوية فلفل الوان ومع الجبن والكلام ده مفيش مشكلة. انا حطيت رشة جبنة بس ورشة من السمسم وحبة البركة. نقلتها كده في حتة تانية، خلتها كده كأنها فطيرة كده، شكلها جميل وطعمها أروع. هتدخل الفرن مش هتكمل 20 دقيقة. مجرد ما الحروف تلون ولعي عليها الشواية تاخد لون كده وطلعيها بقى، وبألف هنا وشفا. بصوا منظرها وريحتها تحفة وطعمها كمان خطير بجد. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم تجربوها، وطبعا مع التباديل وبراحتكم في الحشوة. على حسب ما انتي عاوزة، كل واحد امكانياته بقى وكل واحد والمتوفر عنده. يعني ما تقيديش نفسك بأي حاجة في الوصفة. كل اللي عاوزاكي بس تلتزمي بيه، حطي مع سائل التشريبة سمنة، ما تحطيش زيت عشان هينشفها منك خالص ويخليها معضمة. اما السمنة زي ما انتم شايفين كده، بصوا هتخليها تبقى مورقة كده لما تستوي وتبقى طبقات كده تحفة. بصوا هفتح لكم واحدة كده شوفوا، خطيرة بجد يا جماعة. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفوني. سلام عليكم.